مرحب برئيس مدير تازياست والطاقم اللي معاه. مرحب بالسيد العمدة الموجود معانا اليوم. مرحب بمفتش المقاطعة الموجود معانا السيد مدير مؤسسة الشامي مدرسة الشامي رقم 1. حقيقة هذه خطوة تندرج بإطار التوجه العام اللي تتبنى الدولة، وهو توجه ترسيخ مفهوم المدرسة الجمهورية على المستوى الوطني، وهذا الدعم يتنزل في هذا الإطار. وشاكر الشركة على أنها كانت مبادرة بالمساهمة فيه من أول يوم دراسي، نظرا لأن الحاجة له كانت ماسة على مستوى المقاطعة. هذه الكميات موزعة على مستوى بلديات المقاطعة الثلاث، على مستوى بلدية الشامي، على مستوى بلدية تميم الشاك، على مستوى بلدية المامغار. أملي في مثل هذه الخطوات أنها تتكرس، إياك نكرس كاملين ذاك التوجه اللي عند فخامة رئيس الجمهورية بإرساء المدرسة الجمهورية حقيقة وواقعا، ونعود كاملين جاد علينا أن أولادنا لا يقرأوا في بليدة، أن أولادنا لا يقرأوا في بليدة وأنهم لا يلبسوا لباس واحد. ذاك التفاوت اللي كان خارج ما تلخال توجه اليوم على التوجه أن الناس كاملة متفقة في بليدة، وأن أبناء الوطن الواحد يا الله يقرأوا على كرسي واحد، ويا الله يحملوا زي واحد، ويا الله يحملوا محفظة واحدة. شاكركم وشاكر الشركة على التدخل اليوم. بارك الله فيكم والسلام عليكم. مقاطعة الشامي في إطار المدرسة الجمهورية توجه جديد أن ندعمها باسم كيروس تازياست، وهذه مساعدة متواضعة عبارة عن 600 زي مدرسي و600 حقيبة مدرسية مكتملة فيها الأدوات كاملة و45 طاولة مدرسية. هذا يعتبر جزء من الدعم اللي تقدم شركة تازياست كيروس للمدرسة الجمهورية، وراجع عند الله إن شاء الله تعود ما هي أول تدخل، أن شاء الله تعود بداية تعاون مستمر في هذا الصرح المهم التعليمي المهم في إطار توجه جديد اللي عند الشركة بأن تدعم التعليم بصفة عامة والتعليم الأساسي بصفة خاصة. وشاكرين السلطات الإدارية، شاكرين المنتخبين، شاكرين المديرية لاستقبالنا اليوم وإعطانا الفرصة على أن نساعد ونشارك في هذا العمل النبيل، وهذه الخطة الجديدة اللي متماشية مع تطوير النظام التعليمي في الوطن العزيز. السلام عليكم.